السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هنا غادي نقدم معكم الدجاج في الفرن مع بوطيتوس. هنا هزيت القزبور في هاد اللاطه هادي، غسلته مزيان وقطعته طريفات صغار، وهنا غسلت الدجاج حتى هو مزيان بالخل. وهنا هاد القزبور هذا غادي نزيد عليه الحامض كما كتشوفوا معايا، نص حامضه غادي نعصرها. صراحه هاد الدجاج البنات كيجي خطير خطير خطير، صراحه خطير في المذاق، والله انا بعدا كيعجبني. المهم هنا كنعصر في الحامض، ومن بعد غادي نحيد دوك العظيمات ديال الحامض باش ما يطلقوش ليا المروريه، حيت هما صراحه حارين شويه ما يطلقوش ليا المروريه. وهنا غادي نستعمل هذا المطرد، هذا النوع سميتو شينز، صراحه زوين والله. هاد الشركه والله الا لي صوص ديالها واعرين. عندي فيه المايونيز وعندي فيه الكيتشوب. المهم هنا غادي ندير المطرد تقريبا 2 معالق كبار، قياس معالق كبار، 2 معالق كبار. وهنا غادي نزيد الزويته البلديه شويه، انا كنستعمل بزاف الزيت البلديه البنات، وهنا الزيت الروميه حتى هي. ومن بعد غادي نزيد الحرقوم البلدي، غادي نزيد تقريبا معلقه كبيره. وهنا غنزيد شويه ديال التحميره البنات، شويه كوك غير يعطيها اللون وصافي، وشويه د البزار حتى هو اختياري، اللي بغاه اللي ما بغاه لا. وكنزيدو حتى سكنجبير، ولكن انا ما كنديروش على حساب الوالده ديالي. وهنا شويه د الملح، ما نكثروهاش مزيان حيت ديجا عندنا هنا الحامض ما نساوش. وهنا هاد 2 دروس ديال الثومه غادي نحكهم حتى هما. ومن بعد هاد العطريه اللي كتشوفوا دابا غادي نخلطها بيدي، غادي نخلطها مزيان باش يتجانسوا المكونات مع بعضياتهم. صراحه واحد الريحه كطلع مع هاد العطريه فنه والله. غزاله تبارك الله مع داك المطارد. المهم الناس اللي كيجربوا الدجاج بالمطارد راه غادي يعرفوه. هنا من بعد ما خلطت العطريه ديالي كما كتشوفوا معايا، غادي نهز دوك طريفات ديال الدجاج وغادي نحطهم. هاد الدجاجه البنات بالمناسبه راه داكشي اللي كيشيط ليا ما كنديروهش في الطاجين، كنديرو غير الرجيلات والصدر، هادو كيشيطوا ليا، وكل مره كندير بهم هكا في الفران بحال الجناواح، بحال دوك الكركاسات. المهم هنا كنشرب لهم، غادي نشرب لهم مزيان باش ندخلهم تشرموله مزيان. المهم البنات كما كتشوفوا معايا الجناواح وهادوك ديال الدجاج، المهم هادو ما كنستعملوهمش حنا في الطاجين، كنستعملوا غير الصدر ورجيلات. المهم هنا من بعد ما رقدته كما كتشوفوا معايا كنخليه باش تدخل فيه العطريه شويه. وغادي نخليه تقريبا ربع ساعه وندخلو للفران. ايوا هنا هزيت المول ديالي كما كتشوفوا ديال الزاج، غادي نستف فيه دوك الطريفات ديال الدجاج كما كتشوفوا معايا، غادي نستفهم وحده بوحده. صراحه والله الا راه كيجي زوين. المهم جربوه على حسابي. المهم هنا راه كنستف فيه، وديك العطريه داك لاصوص اللي شاط ليا غادي نخويه فوقو كما كتشوفوا معايا هو واجد. دابا غادي ندخلو الفران وغادي يطيب تقريبا ساعه، كياخد ساعه، والعافيه خصها تكون مهيله بزاف باش ما يتحرقش لكم البنات، وباش تبقى فيه ديك لاصوص يكون زوين. المهم هنا غادي نقدم معكم بوطايطوس بالطريقه ديالي انا. هنا هزيت بطاطا قطعتها على شكل بوطايطوس، غسلتها مزيان وغادي نديرها باش تغلى نص طيبه تقريبا 10 دقائق. طيب ليا غير شويه حيت من بعد غادي تكمل طيابها في الفران. ايوا هنا درت البطاطا ديالي بلا زيت بلا ملح بلا حتى حاجه، غادي نخليها طيب. ومن بعد ملي طابت هنا زدت عليها القزبور وزدت عليها الثومه، وغادي نزيد عليها شويه د الملح يا البنات، شويه صافي، شويه د الملحه، وغادي نزيد شويه د البزار. اذا حبيتوا الا عندكم الزعتر ممكن تضيفوه، فانا ما عنديش. وهنا زدت الحرقوم البلدي حتى هو وشويه الكيتشوب. ومن بعد غادي نخلط مزيان وغادي نديرها في الطاوه ديالي، وغادي ندهن الطاوه بالزيت وغادي ندخلها للفران. المهم كما كتشوفوا معايا هنا راه درتها في الطاوه ديالي ودهنتها بالزيت ودرت عليها معلقه ديال الزيت البلديه. بهذه الطريقه البنات راه كتكون صحيه احسن من الفريت اللي كتقلى. المهم هنا راه الدجاج ديالي كما كتشوفوه واجد وطايب تبارك الله، ولاصوص كما كتشوفوا هي حتى هي بلا بصله. هنا راه غادي ندوق معكم داك الطريف، كنقول لكم جا زوين وفتي والله صراحه بنين. وديك لاصوص حتى هي كتكون خاطره، راه بلا بصله بلا والو. المهم كما كتشوفوا معايا راه طاب محمر.
الا عندكم دوك الطريفات ديال الكبده والقنزه ممكن تضيفوهم، فانا راه كما كتشوفوا عندي راه ضفتهم. المهم هنا كما كتشوفوا معايا جا معسل صراحه. وهنا بوطيطوس ديالي صحي طايب في الفران، رشيت عليه القزبور. المهم هنا كما كتشوفوا كنوريكم المنظر ديالو، الشكل ديالو صراحه راه طايب. وهنا كنرافقوه بطبيعه الحال مع الكيتشوب والمايونيز والموطارد الا حبيتو، فانا ما كنحبوش. وهنا زديت هاد الوحيده باش ندوقها معكم، صراحه خطيره، اول مره ندير بوطيطوس في الدار، كناكلو صراحه غير في الزنقه. المهم هنا الغديوه ديالي تقريبا واجده. بالصحه والراحه غداكم. الا كنتو في وقت الغدا كنقول لكم بالصحه والراحه غداكم. وكنتمنى تشتركوا عندي في القناه، وكنتمنى المحتوى ديالي يكون عجبكم. وشكرا صراحه، كنحبكم في الله.